نقول انه الكلام اللي انا هقوله دلوقتي او المشكله اللي انا هقولها دلوقتي بتاعت البنوته اللي بعت لنا امبارح قد تبان انها مشكله بسيطه او مشكله سهله، لكن احنا اكتشفنا ان هي مشكلتنا كلنا. يا رضوى، انا ما عنديش طاقه، بصحى من نومي مش قادره اصحى، مش قادره اشتغل، مش قادره اروح مدرستي، مش قادره اذاكر، مش قادره، انا مش قادره. قد يبان انه كسل، خمول، نفسيه، طاقه. ما عنديش طاقه، ما عنديش طاقه اصحى واقوم واكمل واعيش واحب وادرس واعمل واسوي. ما عنديش طاقه. الحقيقه ان احنا كلنا بيمر علينا مرحله دي، مرحله ان انا بصحى مش قادره، انا مش قادره اصحى من النوم، مش عايزه اصحى من النوم، عندي حاجات كتير قوي مش عايزه اعملها، مش عايزه اروح الشغل، مش قادره اتكلم مع اصحابي، مش عايزه. ايه الحل؟ قعدنا احنا الخمسه كده، كل واحده فينا طلعت لنا نقطتين وذاكرنا شويه وشفنا الدكاتره النفسيين بيقولوا ايه واللايف كوتشز بيقولوا ايه وكذا 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 لحد ما وجدنا الكلام اللي انا هقوله دلوقتي. لو انتي مش قادره، طاقتك رايحه، لا عايزه تصحي ولا قادره تعيشي، وحاسه بطاقه سلبيه او روحك رايحه منك او مش قادره، اول حاجه في مثل انجليزي بيقول what you think you become، يعني بالبلدي اللي هتفكري فيه هتكونيه. يعني لو تفائلتي بالخير ان شاء الله كل حاجه هتبقى خير. لو تفائلتي انه الدنيا هتبقى احلى وتبقى احسن ومشاكلي هتتصلح النهارده، او علاقتي بفلان او علان او ترتان النهارده اكيد هلاقي لها حل، هتلاقي حل. لكن لو العكس، لو الطاقه السلبيه طالعه منك، لو لا مش قادره، انا هفشل النهارده لما اعمل مش عارفه ايه او كذا، هتفشلي للاسف الشديد. ف what you think you become. نمره 2، انتي مش شخص مثالي وانتي مش ملاك. يعني انا ممكن اغلط، انتي ممكن تغلطي. قولي لنفسك انه عادي جدا ان انا ممكن اعمل حاجه واغلط فيها او ما انجحش فيها، وانتي مش ملاك ومش كالكليتر، مش 1+1=2. انتي بني ادم، روح وشعور وجسد، احاسيس. فهتقولي لنفسك وتطمنيها انا ممكن اعمل الحاجه الفلانيه وممكن اغلط، ممكن اذاكر كويس قوي بس ما اجيبش 100%، ممكن اجيب 90 او 80 او 70 حسب ما انا عملت اللي عليا، وانا في الاول وفي الاخر انا انسان. 3، ما تحطيش اهداف يا جماعه، ما تحطوش اهداف مستحيله. ما تقوليش انا قررت او انا عايزه اطلع جبل سانت كاترين 9 مرات. حطي اهداف بسيطه، حطي في دماغك افكار حياتيه تعرفي توصلي لها. فلما يا حبيبتي تحققي هدف ويديكي كده زي ما بيقولوا السيلف كونفيدنس او الثقه بالنفس، هتعرفي تحققي اللي بعده، هتعرفي تحققي اللي بعده، هتعرفي. هو سلم، مفيش سلم بناخده من اول سلمه لحد اخر سلمه مره واحده. هكذا اهدافك واحده واحده. 4، ما تخليش يومك يبقى ماشي جهجهوني، انا صاحيه مش عارفه هعمل ايه. وركزي كويس قوي في الكلمتين اللي انا هقولهم لك دلوقتي: الطاقه والباور والروح الايجابيه والباشن، الشغف، كل الحاجات الحلوه بتحصل الصبح، بتحصل في بدايه النهار. طاقتك العاليه العظيمه تقدري تشتغلي من مثلا 10 8 7 9 11 الصبح، تيجي على اخر الليل تريحي. فاي حاجه عايزه تعمليها اعمليها بدري بدري. دي مهمة جدا جدا. بلاش الناس المحبطة. طبعا لا اقصد ان انتي تبقي نادلة مع اصحابك او ما تسمعي لهمش او مشاكلهم تحطي هنا اهو تسمعي هنا وتخرجيها من الودن التانية،
او ما توجديش معاهم حلول. لكن مش معقوله طول الوقت زن 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 زن، طول الوقت انا عندي طول الوقت انا مش مبسوطه. جددي، اعملي ميكس اند ماتش، يعني خلي في حياتك ناس سلبيين ماشي، بس خلي كمان ناس ايجابيين، والناس الايجابيين يبقوا اكتر من الناس السلبيين عشان تبقي الدنيا ربيع والجو بديع. قفلي على كل المواضيع. لكن هفضل قاعده بستحمل طول النهار في زمايل طول النهار في الشغل بيعيطوا، ودي بتشتكي من جوزها ودي بتشتكي من عيالها، واللي معايا في الكليه الراجل اللي هي بتحبه ولا الولد اللي هي بتحبه مقطعه شرايينها عليه، وهكذا وهكذا. هتموتي يا ماما، وانا مش عايزاكي تموتي يا حبيبه مامي. ها؟ فطاقه كده ايجابيه كده ونعنشه، دي مهمه جدا. اللي بعده، اقري واتفرجي على نماذج ناجحه. في نماذج ناجحه كتير ممكن تديكي طاقه ايجابيه، ممكن تحسسك ان بكره احسن. في فيديوهات كتير قوي بتتعمل لناس بتاعه تنميه بشريه، لناس تديكي حافز، تديكي طاقه. اتفرجي طول الوقت على دول. ها؟ اللي بعده، نظافه والترتيب. قلناها قبل كده وبقولها مليون مره، وبجد دي عن مسؤوليتي الشخصيه. طول ما انت كل حاجه حواليكي نظيفه وريحتها حلوه ومترتبه، ولو عندك الامكانيات تكون الوانها حلوه، نفسيا هتكوني احسن. ناس كتير قوي ما بتبقاش عارفه هي نفسيتها ليه تعبانه، او انها ليه منزعجه، او انها ليه مش مبسوطه، لانه بيبقى في كراكيب قوي حواليكي، حاجات الوانها مش طبيعيه، او الناس اللي بيوتها بني في اخضر على رمادي على الوان مش متناسقه، او الوان غير مريحه للنفس والعين. تبصي تلاقيني طول الوقت قاعده في البيت مرتبكه ليه؟ لانه اللي حواليكي مش متوضب او مش مريح نفسيا. عشان كده دايما لما بندخل بيوت نقول البيت ده ريحه حلو. ريحه حلو ليه؟ لانه متنظف وريحته حلوه. يمكن ما يبقاش غالي، ما يبقاش فيه تفاصيل كتير، بس التفاصيل اللي فيه حلوه زيك، هي حلوه. اللي بعده، حاولي تعملي لنفسك كل يوم الصبح روتين. يعني انا شخصيا ما بنزلش من بيتنا الا لما بشرب القهوه بتاعتي وبسمع اي حاجه تديني طاقه. اغاني النكد والشحتفه والراح على الراح وكان اللي كان ويا ما كان وزمان ما بسمعهاش خالص. بسمع كل الحاجات اللي بتديني طاقه، زي مثلا اغنيه تامر حسني الجديده. انا لسه ما حفظتش اسمها، بس حفظت كده كلمتين فيها، بيقول فيها معناه انه انا المشاكل انا جات لي في حياتي واتعلمت منها، ودلوقتي هي ما بتهدنيش، ده انا بقف عليها عشان تطلعني فوق. دي الاغاني يا ماما اللي تسمعيها، لكن ما تسمعيش اغاني شحتفه وراح اللي راح على الصبح يوم هيقفل. ها؟ اللي بعده، دايما بعد كل خطوه بتحققيها كافئي نفسك. انا عملت حاجه انا بقول انا النهارده طالعه من البلاتو، طالعه من الاستوديو، انا عملت حلقه حلوه، انا ان شاء الله بجيب لي شوكولاتايه. بكافئ نفسي استاهل اكافئ نفسي، لانه لو احنا انتظرنا مكافاه الاخرين هتبقى مصيبه سودا. حبيبتي اتعلمي تكافئي نفسك، اتعلمي تحوشي، علشان لما تعملي حاجه كويسه تعرفي تجيبي لنفسك هديه. روحك، هو ده ايه؟ مش عايز تنزل. روحك تتجدد او تجدديها كمان عليها بالتقرب الى الله سبحانه وتعالى. ودايما تشوفي ايه اللي بيشحن طاقتك، ايه اللي بيشحن روحك، واشتغلي عليه. لو في بني ادم انت بترتاحي في قربه وبتحسي بطاقه ايجابيه، اقعدي معاه او معاها. لو في مغني او مغنيه معينين اغانيهم بتخليكي شاعره بالسعاده، اسمعيهم. لو في نوع معين من العبادات بتعمليه، استغفار او صلاه على النبي او اي مكان، كتري فيه. لو الشمس بتديكي طاقه، اقعدي فيها. لو بحر ايه؟ ما فيش بحر، انتوا بتقولوها وانا معايا خلاص الشتا داخل. لو بحر، اقعدي قدام بحر. لو انتي من الناس اللي بتحب بالليل والقمر وكده، افتحي البلكونه، هاتي كوبايه شاي بالنعناع واقعدي، هاتي كتاب
يمكن اللي انا بقوله ده يبان بسيط او مش حقيقي او لا يفيد، بس الحقيقة انه لا، هو بيفيد.